Good afternoon, everybody. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, let me thank the organizers for arranging such an important panel to talk about an important issue. An important issue, which is the future of Iraq, the direction we want to move in. I've been told that the speakers will mainly speak in Arabic, so I will apologize and convert in Arabic for the further discussions. But let me please ask you to write the questions, and I hope that later on I will be able to pick up the questions and convey to the speakers. As an ambassador, I'm supposed to be diplomatic in my discussions, but as a former ambassador, I will take that hat off and be as effective as I can be in my questions and make sure that the answers reflect an answer to my question and not a statement they want to make. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أحب أن أرحب بالحضور وأشكر المنظمين المؤتمر على فتح مجال للحديث حول محور مهم معني بكل الأفراد الموجودين، اللي هو مستقبل العراق والتسوية كآلية أساسية لحل مشاكل ولإيجاد حلول جوهرية لتطور واستقرار العراق. المتحدثون إن شاء الله سيكون هناك البرنامج الأساسي هي أسئلة من عندي لهم، ولكن قبلها لفخامة الدكتور سليم جبوري كلمة ل5 دقائق إن شاء الله، ومن بعدها نبتدئ الأسئلة. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بطبيعة الحال في بادئ الأمر أتقدم بالشكر الجزيل إلى معهد الدراسات الإقليمية والدولية التابع للجامعة الأمريكية لهذه الدعوة الكريمة، وأعتبر أن هذه فرصة مهمة في التعبير عن الأفكار ومستجدات العراق في الشأن الوطني ورؤيتنا للحلول اللازمة في المرحلة القادمة. ومداخلتنا في هذا الإطار تدخل ضمن عنوان دولة ما بعد الانتصار. وما يفوتني بطبيعة الحال أن أهنئ الشعب الكردي بانتفاضة كردستان اللي بدت في 5/3 ذكراها، وكذلك يوم المرأة العالمي، فألف تحية للمرأة العراقية وللمرأة في كردستان. إن بحث قضية دولة ما بعد الانتصار كما أتصور يوازي في أهميته مجريات النصر في الوقت الحالي، ذلك أنه لا فائدة من النتائج إذا لم نستطع أن نحصدها بشكل صحيح. نعتقد أن خط الشروع في حل المشكلة العراقية في المرحلة القادمة لابد أن تعتمد على قدرتنا في أن نكون شجعان في البحث في طرح أفكار جديدة قابلة لاستيعاب حجم الأزمة وعبور الحلول النمطية الشكلية إلى حلول جوهرية وشفافة. ولذلك نقول أن النجاحات التي حققتها القوات العراقية في المعركة جاءت بفضل التكاتف الحقيقي ووحدة القيادة الميدانية والدعم الدولي، إضافة إلى تطور آخر مهم جدا هو دور العامل المحلي في المناطق التي احتلها الإرهاب، بعد أن تنامى الدور الفاعل لجمهور تلك المناطق ومنحت فرصة أكبر في عملية التحرير. ولاحظنا كيف أن الأمر في نينوى وكجزء من عوامل النجاح أن هناك مشاركة فاعلة للمحليين، رغم أننا قلقون جدا من كثرة الواجهات والعناوين للمجاميع المحلية المسلحة، ولا بد من التفكير بضبط أدائها. الإدارة الأمريكية الجديدة تلقي بظلالها على المشهد في الشرق الأوسط وتثير الكثير من التخمينات والاحتمالات حيال نظرتها وخطتها تجاه المنطقة. وشخصيا أجد أن من الضروري التحرك الإيجابي وليس الانتظار السلبي للتفاهم معها، ولكن من المهم أن نعلم أن أمريكا تفكر كثيرا بمصالحها، ومن المهم أن نفكر نحن أيضا بمصالحنا، ومن الجيد أن تتلاقى المصلحتان في وقت ومكان واحد. نعم،
العامل الإقليمي والدولي لاعب أساسي في القضية العراقية، ومن المهم أن نقرأ الساحة ونتعامل معها. ويجب أن نعترف بأن القضية العراقية لم تعد شأناً عراقياً بحتاً بسبب التداخلات والمحاور الإقليمية والدولية وتقاطع مصالح المنطقة ومخاوف وقلق البعض وخطط وأطماع آخرين. ولذا فإن علينا أن نعمل على التواصل مع الجميع لحل مشكلتنا بما يحقق مصالحنا وسيادتنا. ومفهوم الأمن الداخلي بدأ يأخذ طابعاً جديداً مفاده كيف تتواصل مع المحيط لتحفظ ذاتك. ولذلك داعش بالفترة الماضية فرضت علينا إعادة تعريف الكثير من المصطلحات السياسية والإدارية القديمة، ومن بينها تعريف السيادة، حين اتبعت منهجية كسر الأسوار وحصلت على أراضي متداخلة بين دول، وفرضت على هذه الدول الخروج من خرائطها لحماية ذاتها. لذلك نلحظ أن هناك فكرة تبادل أمني في دخول البعض ضمن حيز البعض الآخر. نعتقد أنه آن الأوان لتحريك جميع الملفات الخاصة بالفساد بعيداً عن التأثير السياسي، وتشكيل محكمة خاصة لهذا الأمر، والكشف عن مصير أموال العراق الضائعة خلال 14 سنة ماضية، ويتحمل القضاء والمؤسسات الرقابية وفي مقدمتها البرلمان كامل المسؤولية في ذلك. يجب أن تتكفل الجهات التنفيذية بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم، وإعادة الخدمات الأولية الممكنة بمدة كافية من تاريخ أول انتخابات لضمان مشاركة حقيقية في الانتخابات وضمن ظروف مستقرة نسبياً ودون تأثيرات نفسية على إرادة الناخب بطريقة تمنعه من المشاركة بدافع النقمة على الأوضاع الحالية. ولذلك من الضروري التمهيد لمشروع المصالحة والتسوية بإجراءات تنفيذية إصلاحية في الجوانب الإدارية والاقتصادية والخدمية تطرحها الحكومة وتشرع في تنفيذها بعيداً عن التأثير السياسي. ونقترح العودة إلى ورقة الاتفاق السياسي أولاً وتنفيذها، علماً أنها كانت جزءاً من البرنامج الذي منحت الحكومة الثقة على أساسه. نعتقد كذلك أن من أهم الإجراءات اللازمة لتصويب وضع القوات العسكرية والأمنية البحث عن أولئك الذين ليس لهم ارتباط بالقوات الأمنية والعسكرية من المجاميع المسلحة السابقة أو حتى الحالية، والعمل على إنهاء كل مظاهر السلاح والتنظيمات القائمة على أساس التسلح، وضمان حقوق المدنيين الذين شاركوا في الحرب ضد الإرهاب من خلال توظيفهم مدنيا، وضمان حقوق الجرحى وذوي الشهداء بما يكفل لهم حياة كريمة تتوازى وحجم التضحيات التي قدموها. وكذلك ضرورة انعقاد مؤتمر خاص بالإعمار والمصالحة الوطنية مرة أخرى، لاعتقادنا بترابط الاستقرار السياسي بالاستقرار المجتمعي، وضرورة أن يكون برعاية وضمانات دولية وحضور إقليمي، وتتكفل الجهات الدولية لجميع الأطراف بمراقبة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر، ويكون موعده قبل موعد الانتخابات التشريعية لضمان أجواء انتخابية إيجابية ومشاركة من جميع شرائح المجتمع. ستنتهي الحرب ضد داعش قريبا إن شاء الله، ولكن ستبدأ مرحلة صراع سياسي مغلف بالتلويح بالأسلحة في أغمادها، وخصوصا من الجهات التي امتلكت مؤخرا جماعات مسلحة أو تسليح خطير وتدريب احترافي وأموال كبيرة. وأعتقد من المهم أن نستعد لنتائج هذه المرحلة، فإذا ما بقينا مكتوفي الأيدي حيال ظاهرة تلك المجاميع المسلحة فإننا لا نكون قد جانبنا الصواب. ولذلك تطرح تساؤلات عديدة عن الرؤية المثالية لهوية الدولة في ظل وجود ونفوذ أحزاب أيديولوجية. وهنا أقول
أن الأحزاب المرخصة وفق القانون من حقها أن تمارس عملها الحزبي، ولكن لا تفرض أجنداتها وأفكارها وسياقاتها الفكرية على الآخرين. فهناك فرق بين ما تعتقد به لنفسك وبين ما تريد فرضه على الآخر، وقد لا تكون صيغة الفرض بالترهيب، فمثلا يمكن أن تكون بالترغيب كذلك مع انتشار حالة الحرمان والفقر. العراق ومنذ فجر الانتصارات بلد مدني تعاطى مع الأديان وحملها كرسالات، ولكن شعبه لم يغير نمط حياته ولا ثوبه. وأعتقد أن على الأحزاب جميعا أن تعي ذلك وأن تعيد تشكيل خططها على هذا الأساس. فالدولة المدنية هي الوحيدة القادرة على جمع العراقيين ومنحهم الفرصة لأن يأخذوا مكانهم بين شعوب العالم. من الضروري جدا إعادة النظر في قانون الانتخابات بما يضمن وصول ممثلين حقيقيين إلى البرلمان ومجالس المحافظات قادرين على التعبير عن روح الشعب، وأن يكون هذا القانون قادرا على منع سطوة النفوذ الحزبي على نتائج الانتخابات من خلال المال السياسي والذي يسعى لالتهام الحصة الكبرى من مؤسسات الدولة. ومن المهم زيادة حجم الرقابة الدولية على الانتخابات وإعادة النظر في موعد انتخابات مجالس المحافظات. أخيراً، من غير الممكن تبرير التدخلات التي تحصل في المنطقة بين دول من الناحية القانونية. قد يكون من الناحية الميدانية أن هناك فرض لأمر واقع، وواقع الحال أن هناك ظروفاً جديدة يجب علينا التعاطي معها والتعامل وفق مصالحنا وما يحقق أمننا واستقرارنا. الحل النهائي كما نعتقد هو الاحتكام إلى دولة المؤسسات المدنية التي يخضع فيها الجميع للقانون ويعتبر مرجعها الأعلى هو الدستور والقائمة على أساس احترام الإنسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أشكر الدكتور على كلمته والالتزام بالوقت أيضا. دكتور، كرئيس مجلس النواب، كشخص مخضرم بالسياسة، كشخص برلماني شاركت في لجان كثيرة، هل للمجلس النواب العراقي الحالي خارطة طريق للمساعدة على إيجاد حلول لتحديات التسوية؟ شكرا جزيلا. طبعا الفصل جميع الفصول، ولكن هذا الفصل التشريعي على وجه التحديد احنا عندنا أولويات وضعناها ضمن إطار تفاهم بين الأطراف السياسية أجمع. تنطلق أولا من مبدأ إيجاد التشريعات الضرورية لإنجاز المصالحة بشكل واضح. أنجزنا قانون العفو، لا زال لدينا ووصل إلى مرحلة التصويت قانون المساءلة والعدالة. سابقا أيضا بعض التشريعات اللي يتحقق نوع من الوئام المجتمعي نعتبرها أساسية وضرورية. مجلس النواب استطاع خلال هذه الفترة أيضا أن يتجاوز التخندقات المذهبية أو الطائفية أو القائمة على أساس الانتماءات. ولذلك إذا لاحظنا على مسيرة المجلس خلال الفترة التي مضت لا نجد أن هناك إشكالية أثيرت ذات بعد قومي أو ذات بعد طائفي، وإنما كانت هناك خلافات ووجهات نظر تتعلق برؤى وتصورات ناتجة من قناعات وتصورات سياسية قد تتقاطع أحيانا. التعاون القائم بيننا وبين الجهة التنفيذية أيضا يعتبر أمر مميز بهذا الجانب. لا نريد أن نضع العصا في الدواليب كما يقال في إنجاز مسيرة الحكومة في العمليات العسكرية وعودة النازحين، ونعتبر أن هذا الموضوع من الأولويات اللي تحظى باهتمام المجلس خلال هذه الفترة. شكرا. دكتور عادل، كشخص من آباء المؤسسين للدولة العراقية بعد 2003، كشخص معني كنت بصياغة الدستور في أغلب الحكومات دور أساسي، كمراقب حقيقي للعراق وكتاباتك اليومية تعكس هذا الشيء، ما من وجهة نظرك التحديات الأساسية اللي تواجه العراق من منطلق التسوية؟ هل هي الدستور؟
أم رجالات الدولة أم ثقافة الدولة أم ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحيي منظمي هذه الندوة التي اعتدنا عليها كل عام، والحقيقة التي أصبحت مؤسسة بحد والمرأة الكردستانية والمرأة في أنحاء العالم كافة. وأقول المشكلة في العراق مشكلة مركبة، ليست مشكلة لا هي من حيث الوقت ولا من حيث المساحة مشكلة أحادية ممكن توصيفها توصيف بسيط. إذا أردنا الإيجاز والاختصار، العراق شأنه شأن المنطقة فقد توازن معين وفي طريقه لإعادة بناء توازن جديد. الدولة العثمانية انهارت، كان هناك توازن قائم على السلطة، على القمع، على الحريات إلى آخره، لكن كان هناك توازن وكانت هناك جغرافيا وكان هناك خرائط تنظم شؤون هذه المنطقة. عندما انهارت الخلافة العثمانية فأصبحنا كما قيل في الجلسة السابقة أمام أمثلة مثل سايكس بيكو، خرائط مثل سايكس بيكو، لكن كافة هذه الخرائط لم توجد إلى المنطقة توازن حقيقي، وبالتالي بقي هناك توازنات مؤقتة في كل دولة من الدول تتفجر بين وقت وآخر، والأمثلة كثيرة وعديدة في تاريخ 100 سنة الماضي في القرن الماضي. نحن اليوم في العراق شهدنا تغيير كبير في 2003. هذا التغيير الكبير في 2003 أيضا دمر توازن كان قائما على سلطة القمع، على سلطة الاستبداد، على سلطة الحزب الواحد، على سلطة الطائفة الواحدة، على سلطة القومية الواحدة، لكن كان هناك توازن يمسك هذه الشؤون، وكان يبدو العراق في نظر البعض مستقرا. عندما تفكك هذا التوازن أمر طبيعي كما هو الحال في أي بلد في العالم، يعني لا نعزل العراق أو المنطقة عن الظرف، عن الزمان والمكان. كل دول العالم مرت في مرحلة من مراحلها بفترات طويلة أو قصيرة من هذا الاضطراب في التوازن. إذن كانت هناك عملية لتأسيس الدستور، لبناء الدولة، لتوزع السلطات، للمشاركة في الحكم بين الأطراف المختلفة وما نسميه بالمكونات العديدة للشعب العراقي. كم فشلنا كم نجحنا، هذا موضع التشخيص والتمحيص. نجحنا في أمور لكن فشلنا في أمور أخرى. الدولة قد تكون أسست الانتخابات، اليوم سنخوض الجولة الرابعة أو الثالثة من الانتخابات في المحافظات وفي السلطة التشريعية، لكن قد نكون فشلنا في إدارة الدولة. لا نزال نعمل بعقل المعارضة، لا نزال نعمل وكأننا ما زلنا معارضين بعضنا للبعض الآخر، دون أن نؤسس لوحدة الدولة، دون أن نؤسس لوحدة الحكومة. لذلك الدعوات اليوم نحو الأغلبية الوطنية، أو ما أسميه أنا الأغلبيات السياسية، ليس أغلبية في ساحة واحدة، وإنما أغلبيات بالجمع لمجموع الساحات، حيث يمكن أن تتشكل هناك أغلبية سياسية ببرنامج أو منهاج سياسي موحد، وليس كما هو الحال اليوم. يأتي حزب فاز ب6 مقاعد في البرلمان يقول بموجب نظام النقاط يجب أن تكون هي وزارة، وبالتالي تصبح نقطة الصراع هي الوزارة نفسها، الحكومة نفسها، في حين الحكومة يجب أن تكون هي القيادة وهي الأداة الموحدة أو الموحدة لتطبيق هذا المنهاج المتفق عليه والذي حصلت من مجلس النواب على الثقة بموجبه. نعم، الصراع التنافس يحصل في مجلس النواب، لكن في داخل الحكومة يجب أن تكون موحدة بكردها، بعربها، بتركمانها، بشيعتها، بسنتها، بمسيحية. يجب أن تكون موحدة، والموحد لها ليس الأيديولوجيات أو العقائد التي يحملها كل منا، وإنما المنهاج الحكومي الذي اتفقنا عليه والذي دخلنا الانتخابات بموجبه والذي نجح وفاز بالأغلبية. هذا الشرط لتأسيس هذه الأغلبيات يقتضي أولا حماية أمرين أساسيين. الأول حماية الأقلية الدستورية، يجب أن تكون هناك أقلية لها كافة الحمايات الدستورية عدا مسألة السلطة والحكم، تعارض، تستقبل السفارات، الحقوق، الحمايات، كل شيء.
اعتبر في السنوات ال14 الماضية أن المعارضة تصبح منفية مقصية، بل قد تذهب إلى السجون أحيانا أو إلى المنفى في أحيان أخرى. أعتقد هذا أزمة يجب تجاوزها، فبناء الأغلبية قد يكون بناء الأقلية أصعب من بناء الأغلبية. إذا استطعنا حماية الأقلية حين ذاك نستطيع أن نبني الأغلبية. الأمر الثاني هو العلاقة بين المكونات، الشيعة، السنة، الكرد، التركمان إلى آخره. هذه فد معضلة كبيرة من الصعب التقدم بحل نهائي في إطار العراق فقط. في إطار العراق فقط سيكون من الصعب القيام بذلك. أنا أعتقد مثلا في الموضوع السني الشيعي طرح في الجلسة السابقة هل إن الخلاف شيعي سني إلى آخره. أنا أعتقد ليس الخلاف شيعي سني أساسا، الخلاف هو الشعب العراقي بقية شعوب العالم مع داعش بشكل عام. الشيعة والسنة غطاء لهذا الطرف أو ذاك، أو مماهاة للحالة بالنسبة إلى داعش، يحاول استغلال مثل هذه التناقضات بين المذاهب الإسلامية أو بين القوميات المتعددة للدخول والتموضع والقيام بأعماله الإرهابية. الخلاف الأساسي هو مع داعش. مثلا في الموضوع السني بدون علاقات جيدة بين العراق والدول العربية من الصعب تصور حل المسألة بين السنة والشيعة في العراق. هذا ملف إقليمي يجب أن يحل بين العراق والدول العربية، وكذلك بين إيران والسعودية، بين العراق وتركيا، بين العراق والأردن إلى آخره. لذلك جزء من الحل لهذه المسألة المذهبية هو الحل الإقليمي، فهذا أمر لا يتعلق بالعراق فقط، وإنما يتعلق بالعراق والدول العربية والدول الإقليمية، كذلك الدول الإقليمية وموقفها من العراق. بالنسبة للإخوة الكرد، اليوم الإخوة الكرد يطرحون، وهذا حقهم أن يطرحون، رؤاهم في دولة مستقلة وعدوا بها في اتفاقات بعد الحرب العالمية الأولى، لكن ما زال الشعب الكردي مقسم بين دول المنطقة. هذا الشيء أمر من حقهم، لكن كيف نستطيع أن نسير بهذا الأمر إلى الأمام دون أن نضر بمصالحنا أو دون أن نضر بمصالح بعضنا البعض الآخر؟ هذا يحتاج إلى حلول عراقية. هناك عدد كبير من الملفات التي ما زالت عالقة، هذه ممكن التصدي لها. موضوعات النفط، موضوعات المناطق المتنازع عليها، موضوعات الفيدرالية والحقوق اللامركزية، موضوعات الموازنة إلى آخره، ممكن التصدي لها، لكن نحتاج حقيقة إلى جرأة أكبر. قد يساعدنا في هذا الأمر أن أولا أداة القمع انتهت، لا نستطيع أن نلجأ إلى القمع لتوحيد البلد كما كان في العصر السابق. نعم. ثانيا، اليوم مع هبوط أسعار النفط قد يكون المال ووجود الأموال النفطية كان سببا للتوحيد، أو تواجد القوات الأجنبية كان سببا للتوحيد. اليوم حاربنا داعش سوية، تولدت كثير من العناصر المشتركة، وأعتقد كلمة السيد رئيس الوزراء صباح هذا اليوم كانت معبرة في هذا الإطار. نحن اليوم بنينا أشكال جديدة من العلاقة في قتال الجيش العراقي مع البشمركة سوية. إذا كان بالإمكان أن نقاتل داعش سوية، فما الذي يمنع أن نقاتل في القضايا الأخرى لتسوية مثل هذه المسائل؟ على كل حال يجب أن نتوقف، لأنك نحن نرجع إلى هذا المواضيع الذكر. شكرا جزيلا. شكرا. أبونا غبطة البطريق، في العام الماضي أنا كنت سفير العراق في واشنطن وزرت ميشيغان، وبلغت من الجالية في ميشيغان أن هناك 23,000 مسيحي من الكلدانيين انتقلوا إلى الولايات المتحدة في ذلك العام. كمنطلق النظر إلى التسوية، ما هي مخاوفكم؟ ما هي مستلزمات اللي تطلبوها من الأغلبية، تسمح لي أن أقول كأقلية مقابل الأغلبية، لكي تكون التسوية مقنعة وضمان إلى استمرار هذا التنوع الفسيفساء العراقي على غرار منطلق التسوية؟ شكرا كثير. أشكر الجامعة الأمريكية والدكتور برهم على الملتقى. أولا أنا ما منتمي إلى أي حزب، أنا رجل دين، أنا أبونا، وأنا أراقب الأشياء، وأنا ما أحكي التسوية من أجل المسيحيين، لكن هناك يجب تسوية من أجل كل العراقيين. هناك المشهد السياسي موجع،
الإحباط عند الناس مسيحيين والأقليات وكل العراقيين بسبب الصراعات بين الطبقة السياسية، وأيضا الثقافة الجديدة الطائفية والمحاصصة لصبت نار جهنم على العراق، وهي جابت داعش وأخواتها يعني. اليوم رئيس الوزراء تكلم هيك بصدق عن رؤية سياسية ما بعد داعش من العراق كانت كثير إيجابية، لكن أنا أقول لك إذا ما يتعاون معه كل الفرقاء فما راح يصير شيء. هو بوحده ما يقدر يعمل معجزة يعني، هذا منه يقدر يعمل معجزة يعني. يراد رؤية واحدة متماسكة واقعية، والكل لازم يعمل من أجل تنفيذها يعني. أنا لشوف ما بعد داعش المستقبل، إذا نريد نحن يكون مستقبل، أن يكون دولة حديثة ديمقراطية مدنية، دولة المواطنة لا أقلية ولا غالبية، دولة تطبق القانون بالتساوي على الجميع، دولة تفصل الدين عن السياسة. الدين له مبادئه والسياسة هي مصالح. الدين يقوم على مبادئ، السياسة على المصالح، الشيئين ما يمشون يعني. إقحام الدين بالسياسة تشويه للدين وتشويه للسياسة يعني. نعم. فنحن بحاجة إلى دولة مدنية حديثة ديمقراطية تحافظ على تنوع المجتمع العراقي وتنهي قصة الغالبية والأقلية، وأيضا السني والشيعي والكردي والمسيحي، بالرغم من كل احترامي لإخوتنا الأكراد في تقرير مصيرهم يعني لم هيك حق. بس حتى في إقليم كردستان لازم يكون دولة يعني نظام مدني دستوري ديمقراطي تعددي يعني، ولا نحن نبدي باللون الواحد، فهذا ما راح يكون مستقبل. إذا نحن ندور على المستقبل لازم يكون هناك فعلا دولة مدنية ديمقراطية مثل ما تقدمت الدول الأوروبية. لو ظلت الكنيسة هي تحكم الدول الأوروبية لما تقدمت يعني، بالعكس عزلوا الكنيسة في الكنيسة، والدولة أوروبا تقدمت بسبب أيضا استقلاليتها. وهناك دول إسلامية أيضا كثير متقدمة. أنا أركز على 3 نقاط حتى لا أطول. أولا يراد إعادة تعديل الدستور. هذا الدستور بينه هناك لكنات يعني، يجب إعادة النظر في الدستور ما بعد داعش يعني. 2 الخطاب الديني ما يصير يكون خطاب تحريضي، لازم تجريم الخطاب الديني العدائي، ويكون خطاب معتدل يدعو إلى كلمة سواء ويحترم الكل ويحكي عن الكل بنفس الاحترام. 2 تغيير المناهج التعليم. يعني إلى هسه مناهج التعليم مالتنا تعيسة، تحكي بطريقة كثير سيئة عن الآخرين يعني. يكون هناك قاعدة نحكي على الكل وبنفس الاحترام، وإن كانت التربية الدينية وإن كانت التربية الوطنية يراد التأكيد عليها بشكل كثير إيجابي يعني. وأكيدا هناك أيضا دور للطبقة السياسية أنه تغلب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة على الفئوية، وأيضا يكون دور للكفاءات يعني المقتدرين اللي عندهم كفاءة أنه يتقدمون بغض النظر عن انتماءاتهم، ويكون مكان أيضا للمرأة لأن المرأة لها دور كبير، واليوم أحييها لأن اليوم عيدها. شكرا. شكرا 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 أبونا. دكتور فؤاد، كشخص مخضرم بالسياسة الكردية لعقود وشخص مسؤول في الحكومة الإقليم، هل تعتقدون أنه في بغداد عندكم شريك للتسوية؟ وهل ترى بغداد فيكم شريك للتسوية؟ ومن منطلقات التسوية، هل تعتقد أن الحلم الكردي باستقلالهم يساعد على التسوية أم هو عائق للتسوية؟ شكرا جزيلا، وشكرا للأخ دكتور برهم صالح
لدعوتنا لهذا الملتقى المهم، وتحياتي تحياتنا ليوم المرأة العالمي، تحيات للمرأة الكردية المقاتلة، تحيات للمرأة العراقية والمرأة المناضلة أينما كانت. بالنسبة للسؤال المطروح، أولا مفهوم التسوية، يعني السؤال كلها متعلق بالتسوية، التسوية بين الشيعة والسنة. الدكتور حتى التسوية مو بعنوان السياسي المطروح التسوية الحالي. الوطنية. عفوا دكتور، نعم. مو بعنوان السياسي الحالي، بعنوان مفهوم للوصول إلى حل. نعم. عنوان الطرح الحالي عنوان البانل هو عراق ما بعد الانتصار. نعم. أو العراق المستقبلي. فهل التسوية المطروحة أو مفهوم التسوية، هذا المفهوم يؤدي إلى عراق مستقبلي جديد؟ وإذا كنا نتحدث عن عراق مستقبلي، ما هو العراق الحالي؟ وإذا نتحدث عن عراق جديد، هل أن العراق الحالي عراق دولة؟ لأن هناك حديث عن الدولة ما بعد الانتصار. هل نحن في حالة دولة أم في حالة تشكيل دولة، في حالة تأسيس دولة؟ إذا كنا في حالة تأسيس دولة، يجب أن نتحدث عن أسس الدولة وفلسفة الدولة، وهل هناك اتفاق حول فلسفة الدولة المستقبلية أم لا؟ وإذا تحدثنا عن اتفاق حول الدولة المستقبلية، اتفاق بين من؟ هل نتحدث عن دولة المواطنة وهل تتواجد دولة المواطنة، أم نتحدث عن دولة المكونات وهي الحقيقة؟ وإذا تحدثنا عن دولة المكونات، هل نتحدث عن دولة المكونات المجتمعية أو دولة المكونات التي تحولت إلى جغرافيا أيضا؟ فهذه وقائع. أنا ككردي، ومن واقع متابعتي ودراستي للوضع العراقي، أن التعامل يجب أن يكون في السياسة مع الواقع، والطموح يكون على أساس تغيير الواقع. هناك دولة مكونات، هذا واقع، وهناك جغرافية مكونات الآن. قبلا كنا نتحدث عن المكونات المجتمعية، ولكن الآن هناك جغرافية المكونات أيضا. حينما نتحدث عن جغرافية المكونات، سواء جغرافية أفقية أو عمودية، حينما نتحدث عن جغرافية المكونات، تنعكس هذه الجغرافيا وهذه الحالة المجتمعية بالسياسة. عندئذ نتحدث عن سياسة المكونات، ممثلي المكونات. هل نستطيع القفز والخلاص من دولة المكونات؟ هل ممكن؟ ومن يستطيع أن يقود هذه الحالة، المسيرة للخلاص من دولة المكونات إلى دولة المواطنة؟ الخلاص من دولة المكونات إلى دولة المواطنة يحتاج إلى فلسفة سياسية معينة، يحتاج إلى فلسفة ليبرالية، يحتاج إلى الإيمان بالإنسان كفرد، يحتاج إلى الاعتماد على الإنسان كفرد، يحتاج إلى اقتصاد حر، يحتاج إلى مجتمع متفتح، يحتاج إلى تعددية، يحتاج إلى الإيمان بحقوق الإنسان كفرد، الإيمان بحقوق المرأة. هذه كلها مفاهيم سياسية يجب نعتز بها، نؤمن بها، ويكون لنا قيادة تقود هذه المسيرة لكي نصل إلى دولة المواطنة. فلهذا أنا أقول نحن في دولة المكونات، وحينما نتحدث عن دولة المكونات يجب أن نتعامل مع هذا الواقع، ومن خلال هذا الواقع نحاول تطوير الأمور إلى المستقبل. أنا أرى تحديات أستاذ لقمان في دولة ما بعد داعش تحديات كبيرة. أخطر التحديات هي عسكرة المجتمع العراقي. رجعنا إلى عسكرة المجتمع العراقي. وأخطر التحديات، أكثر خطراً من عسكرة المجتمع العراقي، عسكرة السياسة العراقية. في زمن صدام
تحول المجتمع العراقي إلى معسكر بسبب الحروب التي شنتها النظام. طبعا الآن مسألة عسكرة المجتمع العراقي كانت ضرورة بسبب قتال داعش، ولكن السؤال بعد الانتهاء من داعش كيف نتعامل مع هذا المجتمع العسكري؟ لدينا تجربتين. لو عدنا إلى 1958 أيام عبد الكريم قاسم، حزب الشيوعي العراقي شكل المقاومة الشعبية بجانب، يعني كان لدينا الجيش وكان لدينا المقاومة الشعبية. المقاومة مع فارق، أنا لا أقارن الحشد الشعبي مع ما أطرحه الآن، لكن هذه مسائل تاريخية يجب ندرسها. حينما تشكلت المقاومة الشعبية كانت تستند إلى فكر واحد، قيادة شيوعية، فكر شيوعي مساند للحكومة، لكن بالنتيجة كان هناك تصادم بين الجيش العراقي والمقاومة الشعبية. حزب البعث حينما أتى الحكم 1963 شكل الحرس القومي مرادفا للجيش العراقي. الحرس القومي أيضا استند إلى فكر معين، قيادة معينة، حزب معين، قائد معين، لكن بالنتيجة كان هناك تصادم بين الحرس القومي والجيش العراقي. السؤال المطروح الآن: هل في الإمكان إيجاد رديف للجيش العراقي في حالة حرب مع داعش؟ هذا السؤال يجب أن لا يطرح، لأن المعركة تحتاج إلى دعم الكل، إلى تعبئة الكل، لكن أنا أطرح السؤال ما بعد حرب داعش: هل في الإمكان أن يكون هناك رديف للجيش العراقي؟ والدكتور الربيعي تحدث عن تكوين دولة قوية، طبعا تكلم عن دولة قوية عسكرية. نعود إلى دولة المركزية، الدولة العسكرية. أنا أرى القوة في الأطراف. أنا قلت أمنية سياسية، لكن مركزية. نرجع إلى المركزية. إذا طرح هذه المسألة بعد داعش، الحشد الشعبي محتمل عقائديا أو فكريا يكون في خانة واحدة، لكن القيادات متفرقة والأحزاب متفرقة والولاءات متفرقة. يعني لو نقارن مع الفرق، أقول لو نقارن الحشد الشعبي مع المقاومة الشعبية مع الحرس القومي مع الفرق في المسائل العقائدية والتاريخية، هناك كانت قيادة واحدة، فلسفة واحدة، ولاء واحد، ولاء كان للحزب. هنا ولاءات مختلفة. كيف يمكن التعامل مع هذه الحالة العسكرية أو المنظومة الأمنية بعد الانتهاء من داعش؟ هذا تحدي كبير. نعم، تحدي كبير. حتى لو قورن الحشد الشعبي مع البازاران، لو عدنا إلى تشكيل البازاران، نرى أن البازاران كانت نبعت من الحرب العراقية الإيرانية وولاء البازاران للدولة الإيرانية، وكانت هناك قيادة واحدة. هنا لدينا قيادات مختلفة. هذه مسائل سوف تؤثر على مستقبل الدولة العراقية وتكوين الدولة العراقية. النقطة الأخرى تطرح هذه الأيام مسألة الخط العمودي أو عبر تشكيل الأحزاب التي تعبر طائفية أو الطائفة أو المكون عبر للطائفة. هذه أمنية، لكن أنا لا أرى أنه هذه الأمنية سوف تتحقق، لأن مرة أخرى نعود إلى دولة المكونات وجغرافية المكونات. دولة المكونات وجغرافية المكونات لا تسمح بهذه الطروحات، أو يمكن طرح هذه المسائل لكن لا تنجح. فلهذا السؤال المطروح
بالنسبة لنا جميعا وبالنسبة للقضية الكردية والأكراد أيضا، كيف نتعامل مع المستقبل. هنا نحن ليس لدينا مشكلة مع الهوية القومية أو الهوية الكردستانية، لدينا مشاكل سياسية بيننا، لكن الإنسان الكردي أو الكردستاني المؤمن بهذه المنطقة ليست مشكلتنا مشكلة هوية. الهوية ثابتة لدينا، لكن وضع الهوية في إطار قانوني أصبحت مشكلة لنا. إذا تصرفنا في وضع هذه الهوية في إطار دولة المكونات، هل يكون لنا في العراق دولة المكونات تثبيت حقوق المكونات، أو هناك مجموعة أكثرية وبالنتيجة الأكثرية سوف تقرر للآخرين، وعندئذ من الناحية القانونية تؤدي إلى إلغاء حقوق المكون، وتؤدي بالنتيجة إلى مقاومة المكون للآخر. فدولة المكونات بالنتيجة دولة توافقية. دولة توافقية بدون عملية توافقية لا يمكن الحفاظ على دولة المكونات، ولا يمكن لنا أن نصل إلى دولة المواطنة. إذا لم نصل إلى دولة المواطنة، دولة المواطنة هي ديمقراطية ليبرالية. ديمقراطية ليبرالية، الحقوق والقوانين، فصل الدين عن الدولة، هاي كلها موجودة. هذا ما نصل في حكم المنظور ما نشوفه. معناتها التحرك يكون على أساس المكونات. وإذا كان هناك تصرف في بغداد باتجاه فرض حكم الأكثرية على المكون، أنا أشوف أنه هذا يؤدي إلى بعد الحالة الكردستانية إذا صح التعبير عن بغداد. دراسة الوضع الكردستاني لا يمكن أن ينبع فقط من فعل الكرد أو الكردستانيين. دراسة الوضع الكردستاني يجب أن يدرس أيضا على أساس تصرف وفكر المسؤولين في بغداد حول القضية الكردية. ما هو طرح من الناحية النظرية، من الناحية الفكرية، ما هو طرح فكر حزب الدعوة الإسلامي للقضية الكردية؟ ما هو حلهم؟ كيف يطرحون؟ هل يقولون لنرجع للدستور العراقي وتم خرق الدستور العراقي، أم هم لديهم فلسفة معينة؟ حزب الدعوة الإسلامي ما هو طرح مجلس الأعلى حول حل المسألة الكردية؟ هذه القضية الكردية موجودة ل100 سنة في العراق، منذ تشكيل الدولة العراقية والقضية الكردية موجودة. أين الحلول الفكرية؟ أين الحلول المستقبلية؟ كيف ينظرون إلى القضية الكردية؟ إذا تم ترك القضية الكردية فقط للأكراد ولوم الأكراد، هذا خطأ جسيم. فنحتاج إلى طروحات أيضا من بغداد لكي نجيب على السؤال المطروح من لدينا. شكرا جزيلا. سيادة النائب آرام، كشخص نائب رئيس مجلس النواب، كبرلماني، كشخص حزبي، كشخص تابع يوميات تحديات العراق من الدستور إلى يومنا هذا، في الدستور ذكر مفردة المناطق المتنازع عليها، والآن عندنا مشكلة اللاجئين أو الملايين اللي انتقلوا من سكنهم في محافظات إلى محافظات أخرى. هل ممكن أن نعالج تحدي العراق من دون أن نعالج مشكلة أو مفردة مناطق متنازع عليها ومفردة اللاجئين أو أي مفردة أخرى تحب تستعملها لنتيجة تداعيات داعش ونتيجة الحراك السياسي والعسكري الأمني داخل العراق؟ نعم، شكرا جزيلا. بداية أقدم شكري للجامعة الأمريكية وكل من شارك بإقامة هذا الملتقى، وأشكر السيد دكتور برهم صالح لاستضافتنا وإتاحة الفرصة لنا، وأرحب بالسادة والسيدات الضيوف الكرام. وبداية أود أن أهنئ المرأة الكردية والمرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ونتمنى أن نشارك كل من في محله ومقامه لتقليل معاناة المرأة. ما يتعلق بالسؤال، أنتم تقريبا غيرتم المنهج، ليس كسابقين
كل واحد يتحدث 10 دقائق، ولكن حول هذا الموضوع أريد أن أقدم يعني مقدمات حول قضية ما يسمى بالعنوان تسوية الخارطة أو خارطة التسوية. فبالتأكيد أولا يعني قضية ما بعد داعش حسب العنوان يعني يجب أن نذكر وندرس القضايا التي سبقت وجود داعش. فبالتأكيد الانتصارات التي حققت على أيدي العراقيين قضية مهمة جدا، كيف نستطيع أن نستثمر هذه الانتصارات إلى مرحلة ما بعد داعش. ولكن قطعا هذا لا ينفي بأنه كانت هناك أخطاء سبق وجود داعش يجب أن نأخذ العبرة منها، ويجب أن يكون درسا لنا لكي نمنع حدوث هكذا حالات ودخول مجاميع إرهابية وغيرها تحت تسميات أخرى، لأننا في العراق كنا نعاني وقد عانينا من تسميات مختلفة لهكذا مجاميع إرهابية. لكي نستطيع أن نواجه المرحلة الجديدة ومما فيها بعد ذلك سوف أتي على جواب أسئلتكم، يجب أن يعني نتعامل مع قضيتين أساسيتين، قضايا سياسية تم تأجيلها وقضايا مستجدة تمت الإضافة إلى المواضيع وتأزمت الوضع السياسي أيضا. ما يتعلق بالقضايا السياسية التي تم تأجيلها، أنا باعتقادي الشخصي يجب أن نغير معادلة التعامل السياسي. فجزء ما حصل في العراق هو نتيجة أو هي نتيجة التعامل التقليدي مع المشاكل التي كانت موجودة في العراق. من أحد التعامل التقليدي والكلاسيكي مع هذه المشاكل التي تم تأجيلها، من أخطر أنواع التعامل مع القضايا السياسية هي تأجيلها إلى أجل غير مسمى. فالقضايا التي كانت عالقة بين كردستان وبين بغداد قضايا كانت موجودة، فكانت لدينا قضايا ومشاكل سياسية أنا أسميها بقضايا تقليدية أو مشاكل مزمنة كانت موجودة. فقضية البيشمركة وقضية الأرض وقضية النفط وغيرها من قضية المشاركة في الحكم في العراق، هذه كلها قضايا تمت إضافة قضايا وتراكمت معه أيضا قضايا جديدة، قضية النازحين وقضايا أخرى يتعلق برواتب موظفي إقليم كردستان. ونسمع من هنا وهناك محاولات ما يتعلق بالنفقات الحاكمة وغيرها من كل هذه القضايا. باعتقادي نحتاج إلى أن يكون أو ندخل في حوار صريح وجاد لقضية كيف نعالج هذه المسائل وهذه المشاكل. لحد الآن وبكل صراحة أنا لا أرى بوضوح التعامل أو طرح هذه المسائل على الطاولة السياسية. نعم يوجد مجاملات، يوجد قضايا، بغض النظر عن أي تسمية نختارها لتسمية التسوية أو المصالحة وغيرها، هذه المبادرات جيدة، ولكن نحتاج إلى أن يكون لنا حوار جاد وصريح حول هذه القضايا. من هو أو من هي الجهة المخولة لطرح هذه القضايا؟ فبالتأكيد يوجد أطراف معنيين بهذه القضايا. فنحن نحتاج لكي نبعد خطر أو أي حالات لربما نتأسف عليها بعد حدوثها فيما بعد، نحتاج إلى أن يكون لدينا حوار صريح حول عدة مواضيع، منها ما يتعلق بقضية المناطق المتنازعة عليها. فكل هذه القضايا يجب أن تطرح كيف. الآن اليوم نحن سمعنا، فهذه بها جانبين، يوجد جانب سياسي ويوجد أيضا جانب حكومي وجانب إداري. ما يتعلق بالجانب السياسي نحن نحتاج أن ندخل، وهذه الأطراف موجودة على الأرض، أطراف لديهم القوة ولديهم القوة العسكرية ولديهم القوة المسلحة في هذه المناطق، بالإضافة إلى الحالة السياسية كل طرف. فنحن نعتبر هذه المناطق كردستانية، فأيضا يوجد أطراف أخرى تدعي بأنه هذه المناطق إذا لا يكون لهم فيعتبروها مناطق مختلطة. فإذا كيف يمكن الحل؟ كيف يمكن أن ندخل في حل هذه المسائل دون طرح هذه القضية بجدية تامة؟ ولا سيما أنه يوجد قوات مسلحة من كلا الطرفين موجودين وكانوا يقاتلون مع بعض، والآن ولا يزال يقاتلون مع بعض ضد عدو واضح ومحدد. اليوم نحن سمعنا أيضا من الجانب الإداري ومن الجانب القانوني، نحن سمعنا اليوم يعني مبادرة أو رسالة جديدة من السيد رئيس الوزراء حول هذه المناطق لتغيير تسمية هذه المناطق من مناطق متنازعة عليها لمناطق متفق عليها. من هم الجهات المخولة لتنفيذ هذا المبدأ؟ وكيف كيف نحول هذه الأشياء
أو هذه التسمية الجديدة من مناطق متنازعة عليها إلى مناطق متفق عليها، فيجب أن ندخل في قضايا تطبيقية ونخرج من قضية الشعارات ونخرج حتى من قضية التحليل، لأنه يوجد حالات إنسانية، يوجد حالات سياسية لربما تؤثر على حالات سياسية وصراعات سياسية في المستقبل أيضا. كما قلنا أنه الحالة الإنسانية المتدهورة، حالة النزوح، تؤثر على الحالات السياسية. أساسا الحالات السياسية والصراع السياسي تسببت في وجود الحالة الإنسانية والكوارث الإنسانية، وبالتالي أيضا العكس صحيح. يعني بمعنى آخر هذه المناطق إذا لا يتم حل هذه المناطق أو المسائل بوجود قوات مسلحة، كل من يدعي أنه هذه المناطق تابعة له وبدون إشراك الأطراف السياسية المسيطرة والمهيمنة على هذه المناطق لا يمكن إيجاد حلول حسب الرغبات السياسية وحسب الشعارات السياسية. فعلى الأطراف الدخول في هذه الخطوات الجدية والجادة. أنا باعتقادي الشخصي لا يمكن تطبيق السلام ولا التسوية ولا المصالحة فقط. كل هذه المبادرات بما فيهم ومن ضمنهم المبادرة الكريمة التي أطلقها سيد عمار الحكيم بخصوص التسوية الوطنية، وبغض النظر عن أي تسمية نختارها لكي يتناسب مع رغباتنا السياسية، ولكن شئنا أم أبينا يجب أن ندخل في حوار صريح وجاد لحل هذه المسائل ومسائل أخرى. فبالتأكيد هذه أيضا تحتاج ويتطلب، يعني في نهاية مداخلتي، يحتاج ويتطلب من كل الأطراف المعنية بهذه القضايا أن يغيرون منهجهم في التعامل. تغيير المنهج في التعامل، فلو كنت أدعي السلام، لو كنت أدعي التسوية، لو كنت أدعي المصالحة الحقيقية، فلا يمكن أنا أدعي كل هذه التسميات وأرفع كل هذه الشعارات، ولكن بالسلوك والممارسة لدي سلوكيات وممارسات تختلف وتتناقض مع ما أنا أدعيه. إذا أنا أدعي بأنه أنا أؤيد فكرة التسوية والمصالحة، يجب أن تكون السلوكيات السياسية والممارسات السياسية والخطاب السياسي أيضا يتوافق مع هذا المبدأ. فأنا أرى لحد الآن يعني مع الأسف نحن لحد الآن، وهذا شيء جيد، ولكن أنه بدينا بهذه الادعاءات، ولكن نحتاج إلى أن نحول كل هذه الادعاءات إلى الممارسة الفعلية في التطبيق، ويجب أن نرى تأثيراتها على الأرض الواقع. شكرا جزيلا. سيدة مينا، كمراقبة، كشخص غير حزبي، كعراقية، كبنت دبلوماسي، هل المنظومة الدولية ودول المنطقة عنصر مساعد أم عنصر مؤذي لعملية التسوية أو إيجاد حل للمشكلات العراقية؟ أشكرك. أولا أشكركم على الحضور، يوم طويل جدا وننهي بآخر جلسة الساعة 6:15، فأشكركم أنه بقيتوا معنا اليوم. طبعا نشكر دكتور برهم صالح، نشكر الجامعة الأمريكية اللي أنا أتشرف أنه أنتمي إليها كوني على مجلس إدارة الجامعة، فنتشرف بهذا الشيء. بالنسبة للي تفضلتوا عليه السؤال، طبعا لو نستطيع أن نرفع كل الأيدي الخارجية عن العراق، لو عندنا عصا سحرية أتوقع نقدر نتوافق، مثل ما احنا هنا مختلفين بس نقدر نلاقي النقاط المشتركة اللي تجمعنا، بس هذه أمنيات، لأنه أكو مصالح وكل دولة تقدر تلاقي مصلحتها داخل العراق، إلا الدولة العراقية اللي ما قادرة تلاقي وين مصالحنا إحنا كعراقيين اللي نقدر نحقق الأمنيات الشعب العراقي. أفوت بتفاصيل شوية أكثر من هذا. سألتني عن المنظومة الدولية، إحنا الآن بحاجة للمنظومة الدولية، وعلينا أن نشكر من الأمم المتحدة، من المؤسسات الدولية اللي موجودة حاليا وتدعمنا بهذه المرحلة العصيبة بالنسبة للعراق، وخاصة طبعا للدول اللي صابتها نكبة داعش. اليوم احنا نسمع عن انتصارات ضد داعش، وهذه انتصارات مهمة، بس الانتصارات جتي بثمن جدا باهظ، وهذا الثمن الباهظ بأرواح الناس، حياة الناس، مستقبل الناس. علينا نتحمل مسؤولية، يعني كل اللي متواجدين هنا يتحملون جزء من المسؤولية اللي سويناه. المنظومة الدولية فشلت بالعراق عندما لم تقوم بدورها خلال سنوات معينة، لما العراق كان بحاجة إلى دعم دولة، مو دعم
جهة معينة، حزب معين، والله فلان شخصية ارتاحينا لها تتكلم اللغة الإنجليزية بطريقة نفهمها فخلينا نتعاون وياها. فشلت بعض الشيء، وأصوات عراقية كثيرة اللي رفضت أنه هي تمثل نفسها كهي تمثل فلان دين أو تمثل فلان طائفة، وفقط رادت أنه تكون تعتبر كمدنية، ما كان لها صوت. فهذه كانت مشاكل ما ممكن أنه ننساها. اليوم احنا ننظر الى الامام، محتاجين طبعا لدعم دولي، اولا لمساعده اعاده اعمار مناطق مهمه، مدن حيويه، مدينتي اني الموصل وغيرها من مدن عراقيه بحاجه بالتاكيد، وايضا بحاجه لتكون ضامنه لاطراف مختلفه عراقيه تنظر مع الاسف الى الخارج لضمانات حتى تقدر تكون ضمن التسويه السياسيه الموجوده. بالنسبه لدول اقليميه مع الاسف قليل ما نقدر نفكر بدولة إقليمية ساعدت العراق عن طيب خاطر وتصورت أنه بالنهاية هذه دولة جارة. لما الدولة الجارة تكون مستقرة أنا راح أستقر. بالعكس شفنا اللي صار من سوريا، إحنا إجانا أذى كثير من سوريا خلال سنوات لما الإرهاب استشرف العراق، وغير دول مو فقط سوريا، ما نذكر مع الأسف كل الدول كان لها دور سلبي من جهة، ولكن أيضا كان في نقاط إيجابية من بعض الدول عندما تلاقت المصالح، وهناك أحزاب سياسية معينة عراقية، شخصيات سياسية عراقية عرفت تشتغل سياسة وتلاقي هاي النقاط سياسية اللي دعمت بعض الأمور داخل العراق. على صعيد المثال عندما استضاف العراق القمة العربية، لم يكن شيء من السهل أن العراق يستضيف قمة عربية بعد كل هذيك السنوات، كانت قمة ناجحة وكانت تصور هناك إقليمي أنه علينا أنه ندعم مثل هذه القمة. القمة بحالها طبعا ما تكفي، بس كانت فاتحة خير خلينا نقول لمرحلة معينة. أحب بس أشير إلى نقطة ثانية، إحنا الآن طبعا ما نتكلم عن التغييرات اللي تتصير بالمنطقة لأنه عندنا مشاكلنا إحنا اللي بالداخل، بس المنطقة تتغير، وين يكون العراق ضمن هالتغييرات؟ وغير واضح مع الأسف، ما عندنا رؤية جدا واضحة بسبب المشاكل الداخلية. بالنسبة لكون أن العراق دولة مكونات، أظن كثير من دول العالم فيها مكونات مختلفة، بس ما هي إطار الدولة اللي نتفق عليها؟ وعندنا دولة فيدرالية. البعض في المنطقة ما يرتاح لفكرة الفيدرالية لأنه يتصور أنه ممكن إذا نجحت بالعراق معناته الآخرون راح يطلبوها عندهم في دولهم، ولكن إحنا عندنا إطار فيدرالي مهم ممكن أن يكون ناجح إذا احترمنا الدستور. والأب ساكو أشار إلى موضوع الدستور، وأيضا أشرت إلى موضوع التعليم. هذه قضيتين بقينا نأجلها مثل ما تفضل السيد آرام إلى موضوع تأجيل الاستحقاقات السياسية الضرورية. فنقطة أخيرة فقط أحب أقول لكم أنه أتصور إحنا مع كل الانتقادات اللي نوجهها نفتخر بشيء بالعراق أنه ممكن نحكي بحرية وعندنا سقف الحرية، وهذا الشيء ناس ماتت من أجله، فخلينا نحافظ عليه. شكرا على الأسئلة. شكرا. لا حد ما أستلم الرسائل عن طريق الآيباد الأسئلة، أرجو أن يكون السؤال مختصر والإجابة أيضا سريعة. تفضلي سيدي. سؤال وليس مداخلة. عرف النفس دائما. مداخلة في مجلس النواب، هنا سؤال. شكرا. سؤالين لسيادة رئيس مجلس النواب. عفوا، أنا آلا طلباني رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني النيابية. سؤالين لسيادة رئيس مجلس النواب العراقي دكتور سليم الجبوري. هذه ثاني مرة أسمع من جنابك مفردة الدولة المدنية، طرحته سابقا في مناسبة على أنه أحد الحلول للمرحلة القادمة في العراق. ما تفسير جنابك للدولة المدنية؟ الدولة المدنية في القوانين، في سلوكياتنا، أم الدولة المدنية اللي هي بالعكس من الدولة العسكرية؟ وخاصة اليوم نحن نرى عسكرة وتجنيد غير مبرر أحيانا للمجتمع العراقي. سؤالي الثاني السيد رئيس، سؤال واحد لأن حتى نعطي مجال. مهم جدا، مهم جدا رجاء حتى نعطي مجال والله آخر. جدا مهم للموضوع. أعرف بس اسمح عندكم فرصة بالبرلمان. اسمح لي. لا هذا سؤال مهم للدكتور. راح أكون اليوم يوم المرأة. أسمح لك اليوم يوم المرأة. أرجو من الدكتور أن يجاوب. شهادتي في جنابك مجروح إن شخص وطني. هذه ثاني مرة ترفض أن تشارك في مؤتمرات خارج العراق للمكون السني، سابقا في جنيف
حاليا في تركيا، واخترت أرض عراقية ومدينة السليمانية لتشاركنا الهموم وتبحث معنا الحلول الحقيقية. كان هناك خبر عن وجودك في الدوحة، أتمنى أن لا يكون هذا شخص مستنسخ منك. سؤالي: لماذا مؤتمرات في تركيا وجنيف؟ هل نفذت سبل الحوار في بغداد في الأراضي العراقية لكي تذهبوا إلى هذه الدول؟ وبوجهة نظرك سيد الرئيس ما هي الحلول؟ يعني ماذا ستجنون من اجتماعاتكم خارج العراق؟ شكرا. لا، هو باختصار حوالي 10 دقائق وتنتهي الجلسة. أرجو أن تكون إجابات سريعة. شكرا. هن السؤال لو نجمع بجواب واحد كان خلص. أكون ممنون. أولا خل أبدأ بالسؤال الثاني حتى أكون واضح وصريح. أنا مو ضد الحوار وما يعنيني مكان الحوار في أي مكان. مضمون الحوار هو الأساس، أن يراعي الثوابت الوطنية بالسيادة، بتحقيق الوئام، بالاستقرار، بالمصالح المتبادلة بين الطرفين. قد انتقد فيما ذكرت على أنه حالة إيجابية، لكنها أيضا من وجهة نظر أخرى يمكن أن يوجه النقد: لماذا لا نشارك في حل بين قوسين ما يسمى بالأزمة السنية؟ لماذا لا نكون فاعلين في إيجاد مخرج وحل لها؟ في قناعتي السابقة احنا محتاجين أن نستنفذ أدوات الحوار ووسائل الحوار فيما بيننا، ولا ننكر إذا ما مدت يد العون لنا في أن تعيننا للوصول إلى الحل. هذا أمر لا بأس به وقد يكون إيجابي، ولكن أعتقد لا زلنا نحتاج إلى حوار معمق فيما هو يدخل ضمن إطار الأزمة السنية اللي يعيشها المكون. بصراحة المكون السني يعيش بين إشكاليتين: هل هو جزء من الدولة لو هو خارج من الدولة؟ هذا الطرح اللي موجود. الذي هو جزء من الدولة أحيانا يوجه له النقد على أن مستلزمات الوجود وصنع القرار والمشاركة غير متكاملة. الذي هو خارج عن الدولة كمعارضة يوجه له النقد: لماذا لا تشارك في صلب العملية وتأتي بالحلول من الداخل؟ هذه جزء من الأزمة اللي تحتاج إلى حلول متعددة. الدولة المدنية، المؤسسة العسكرية، هي وحدة من ركائز الدولة المدنية ولكن بقدرها، ولذلك الدولة المدنية اللي تحترم القانون والإنسان والمؤسسات. هذا هو الأساس اللي يجب أن ننطلق منه، وهو الحالة اللي يمكن من خلالها أن نبني وأن نتوافق سويا. شكرا. أسئلة؟ دكتور تفضل. شكرا. عرفوا نفسكم. عدنان جنابي، عضو مجلس النواب. في الصباح كان من الوضوح من الطروحات أن مشكلة النازحين في العراق هي من أخطر مشاكل نزوح في العالم الحديث في هذا الزمان. وفي نفس الوقت اليوم وأيضا بالأمس ومن خطاب رئيس الوزراء وحديث الأخوان أن السلاح خارج الدولة ويشكل الخطر الآخر لتهديد الدولة وتهديد مستقبل العراق ما بعد داعش. هل أن عودة النازحين وبعض مناطقهم محررة تتحول إلى قضية عناية ورعاية ودعم ومساندة أبدية ونتحول إلى نازحين وما يقال عن تطهير عرقي، أم نبدأ من الآن بعودة النازحين في مناطقهم المحررة؟ وقضية السلاح، هل ننتظر أن ينفلت السلاح بعد الانتهاء من داعش أم يجب على الدولة أن تبدأ من هذه الساحة لاحتواء؟ سؤالكم موجه إلى من؟ موجه إلى الجميع. أنا أسمح دكتور عادل. خارج الدولة كمراقب للحكومة تكون. أفضل إذا ما جواب سريع إذا ممكن. جواب سريع فوق إذا ممكن أكون ممنون. على كل حال ما يطرح الدكتور عدنان أو ما طرح الدكتور فؤاد قضايا جدية، أسئلة جدية وتحتاج إلى إجابات واضحة، وأنا أتفق هذه القضايا يعني حلها يجب أن يكون وجه لوجه وبصراحة. ومسألة النازحين، مسألة السلاح خارج الدولة، أعتقد الكل يتفق في المبادئ، لكن عندما نأتي إلى التطبيقات هنا
يتم الاختلاف وكل طرف سيسأل ما هي حصتي، هل أنا استجيب إلى مطلبي أو لم يستجب، هل عادت هذه المجموعة إلى مناطقها أو لأسباب معينة لم تعد إلى مناطقها إلى آخره. هنا تحصل المشاكل في الحقيقة. أنا أقول لكل سؤال، سواء سؤالك دكتور عدنان أو الأسئلة اللي طرحها عن حق الدكتور فؤاد، يجب أن نطرح ليس همومنا فقط. أنا كردي عندي هموم واضح، أنا شيعي عندي هموم، أنا سني عندي هموم، أنا مسيحي عندي هموم. وللأسف هذه هي المعادلة المكونات التي نتكلم عنها، الوصول إلى دولة المواطنات. وهناك دول كثيرة في العالم فيها مكونات استطاعت تجاوز هذه المسألة عبر نظم داخلية، عبر مفاهيم تطورت، عبر الوقت إلى آخره. نحن لم نتطور إلى هذا الحد، ما زلنا في هذه المرحلة. فعندما أطرح عليك مسألة، علي أن أتوقع أن تطرح علي مسائل مقابلة أيضا، يعني كل ما يتعلق بالبيشمركة أو بالحشد الشعبي أو بفرض الآراء وفرض أو المناطق المتنازعة أو غيرها من أمور. هذه حقيقة لها وجهان، يعني لها طرفان فيها مصالح مختلفة، علينا أن نتقدم بحلول لها. المشكلة لدينا في العراق هو نريد حكم قوي، ليس دولة بمعنى دولة متغولة على شعبها أو دولة صدام حسين السابقة. نريد حكم قوي يستطيع أن ينفذ برامج ومناهج ويتقدم للعالم الخارجي بصورة واحدة بسياسات واحدة، أم لا نريد؟ إذا كنا نريد دولة وحكومة قوية موحدة، نحتاج فعلا إلى منهاج موحد يربط هذه الحكومة إلى أغلبية معينة تتشكل في داخل هذه الحكومة، ليست أغلبية من الشيعة، ليست أغلبية من الكرد، إلى أغلبية حول برنامج محدد ينظم في كل عهد، في كل 4 سنوات، كل ما نصوت بالثقة على حكومة ينظم منهاج هذه الحكومة. المشكلة لدينا أن عندما تطرح فكرة الأغلبية رأسا تطرح فكرة التعطيل. كيف نحل هذه المشكلة؟ ذهبنا نحن إلى دستور واتفقنا على كل المبادئ في الدستور، وأعتقد أن الطرف الكردي كان من أكثر الأطراف فرحا بالدستور لأنه حقق نتائج طيبة وتاريخية في الدستور. الحجة أن الدستور لم يطبق، صحيح هناك تعطيل كبير للدستور، معظم المواد التي استلزمتها مواد الدستور لم تشرعن، لم تقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، أو حصل نوع من الاستيلاء على السلطة والتفرد بالسلطة من هذه التوجهات. فإما أن نعود إلى الدستور ونحتكم إلى مواده من مجلس الاتحاد، من الفيدرالية، من طريقة إدارة الدولة، من طريقة إدارة الحكومة، أو نؤسس دستور جديد، أو نؤسس لوفاق وطني جديد يضمن مثل هذه المصالح، بحيث نستطيع أن نضمن حكومة أغلبية كلما نذهب إلى الانتخابات تحفظ حقوق المكونات، إما عبر النظام الفيدرالي والحكومات المحلية أو عبر آلية المجلس النواب نفسه، ولا تعطل عمل الحكومة بمسألة التوافق فقط. نعم التوافق ضروري، لكن يسبق التشكيل، يسبق المناهج وليس بعدها. الآن تصدير النفط، الآن القوات المسلحة، الآن الدولة المدنية، كلها أسئلة كبيرة يجب سوية أن نحل هذه القضايا. لا يستطيع طرف واحد أن يطرح رؤاه ويعتبر الطرف الآخر ملوم ويعذر نفسه من مشاكل الطرف الآخر. لا، علي أن أتفهم مشاكل الطرف الآخر مثل ما أتفهم مشاكلي كي أضع الحلول المناسبة للجميع، إذا أردنا أن نبقى في عراق واحد. إما إذا أردنا أن نخرق هذه المسألة ونذهب إلى عراقات، هذه قضية أخرى تحتاج إلى نقاش آخر يختلف عن هذا النقاش. سيادة النائب ردت ملاحظة؟ يمكن بعد مشكلة. شو دي؟ السؤال للسيدة غير العراقية، تفضلوا. What's your question? Yes, many people have told me that lessons were learned from this conflict, and that after dealing with ISIS,
all the factions understood that there was no choice but cooperation. I would like to ask people on the stage, have any lessons really been learned from the war with ISIS? Right now there's a conflict in Sinjar, and it seems when you look at it that none of the lessons have been learned. So can anyone really believe that the lessons were learned? And just one other thing, will the Hashid be demobilized? راح أطلب من الكل يجاوبون بسرعة. موضوع الحشد هذا أعتقد من حقكم تجاوبون عليه، بس السؤال الأساسي اللي هو داعش، ما هي الدروس اللي استفادينا من عدة؟ هل المنظومة العراقية تسمح للمراجعة بحيث ما نكرر الأخطاء اللي هي سمة أساسية للعقد الأخير من عملنا السياسي؟ أنا عندي ملاحظة أخرى بهذا السؤال، اللي هو قد أشخص بأنه اكتشفنا أن هناك حاجة إلى الآخر. هل اكتشفنا أنه إحنا جزء من المشكلة وجزء من الحل، أم نأمل من الآخر أن يكون هو الحل فقط؟ طبعا إذا احنا تجاوزنا إشكالية داعش من دون أن نراجع نفسنا عن الأخطاء اللي ارتكبت واللي كانت سبب في وجود داعش، الحقيقة نكون قد أخطأنا. بالتالي لابد من الاستفادة من هذه التجربة المريرة اللي مرينا بها. أولا المناطق اللي تهجروا أهلها واللي احتلت أرضها بطبيعة الحال لابد أن يتبعون سياسة أكثر واقعية في التفاهم مع الوضع الموجود بشكل صريح. اثنين، شركائهم اللي موجودين في محافظات أخرى أيضا يجب أن يدركوا مسؤوليتهم، مو الأمر مرتبط بطبيعة الحال بتلك المناطق. وفعلا الظاهرة اللي شفناها في مواجهة داعش أنها كانت ظاهرة جمعية، والخطر الأكبر هو خطر الإرهاب اللي كان يهدد الجميع ولم يستثني أحد، والكل كان ضحيته بطبيعة الحال. وواحدة من المسائل الحقيقة المهمة جدا هي المراجعة السياسية، لأنه بعض المنهج السياسي الذي سبق وجود داعش واستشراءه في العراق لم يكن قد بني على أسس صحيحة، فلا بد من مراجعة حقيقية واضحة في هذا الإطار. دكتور، إجابة سريعة إذا ممكن. أعتقد السؤالين. نعم، أعتقد نعم هناك درس كبير من داعش، والكل من المفترض أنه تعلم الدرس. إذا كنا نستطيع، يعني إذا كان داعش يستطيع أن يوحدنا، لماذا الفقر لا يوحدنا، المرض لا يوحدنا، الخلافات لا توحدنا، سمعة بلدنا لا يوحدنا، الإمكانيات الكبيرة التي نمتلكها والتي نستطيع استثمارها لا يوحدنا؟ يعني إذا كان يجب أن نتعلم فقط من الأخطار، يجب أن نتعلم فقط من التحديات، فالتحديات كثيرة، لماذا نرتد على أنفسنا ولا نحاول فعلا أن نوحد جهودنا أينما أمكن ذلك؟ أنا لا أقول تطابق الآراء والأفكار والسياسات، لكن هناك مشتركات كثيرة بين أطراف هذا الشعب. قاتلنا الدكتاتورية والنظام السابق سوية واستطعنا النجاح فيه، اليوم نقاتل بنجاح ضد داعش، ونستطيع أن نستمر في القتال ضد أمور كثيرة أخرى لا تزال موجودة. وهذا يفتح طريق أوسع، هذا يفتح طريق أوسع بكثير من الطريق الحالي المغلق الذي نتصادم فيما بيننا. إذا قيل أن الفيدرالية غير ممكنة، النظام الفيدرالي في الإمارات من أكثر الأنظمة مرونة ومن حيث القرار، ومن حيث أن طرفين يستطيعان إيقاف قرار 7 أطراف. إذا لم يتضمن القرار دبي وأبو ظبي فالقرار لا يكون نافذ، وب5 من مجموع ال7. إذا هناك أنظمة بما في ذلك عربية استطاعت حل مشاكل مثل هذه. إذا كان استقلال كردستان هو الحل، ممكن كما قال الإخوة في زياراتهم المتعددة إلى بغداد أن البوابة هي بغداد، نأتي إلى بغداد ونحاول أن نرى هذه الأمور سوية كيف تحل. في داخل كردستان هناك حاجة لحلول تنوضع أيضا لإدارة مثل هذه المسائل. إذن داعش وحدنا، الأمور الأخرى تستطيع أن توحدنا، وهذا سيفتح لنا مجالات أوسع لبحث آفاق مستقبلية أكثر لمصلحة الجميع. أبونا، الفكر الديني الداعشي هو مثل السرطان. الشيء اللي لازم يعلمنا هو حداثة التعليم، الفكر الديني والتعليم الديني.
مثل ما الكنيسة تعلمت من محاكم التفتيش وإلى آخره، أولت تعليمه وخطابها اليوم العالم الإسلامي أو المرجعيات الإسلامية لازم تعمل أو تسعى لتأوين التعليم الديني والفكر الديني. وأنا جاي من الأزهر وأزهر لح على هذه الحداثة. شكرا. دكتور فؤاد. تهديد الداعش كان تهديد للوجود للجميع، فلهذا شفنا اتفاق الجميع على مواجهة هذا التهديد، وممكن بناء على هذا الأساس بناء أمور أخرى من أجل فتح حوار جدي وصريح خاصة بين الأقليم وبغداد. وأعتقد الأقليم أعلن، القيادات الأقليم، أن الحوار المهم بالنسبة لمستقبل العراق ومستقبل الأقليم الحوار يمر عبر بوابة بغداد. بغداد تبقى عمق استراتيجي للأقليم سواء أثناء الحوار أو بعد الوصول إلى نتائج معينة بعد الحوار، لكن بغداد هي الأساس بالنسبة للأقليم. شكرا دكتور. سيادة النائب. شكرا جزيلا. العودة إلى يعني في الختام نختار ما بين تسوية الخارطة أو خارطة التسوية. أنا باعتقادي يجب أن نختار خارطة للتسوية، لأن تسوية الخارطة لا يمكن أن تحسم إلا بالدم، وخاصة في وجود وفي حالة التجارب التي مرينا بها. أنا لا أريد أن أرجع إلى الماضي وإلى التاريخ، أنه الدولة العراقية في الحكم مرت بعدة تجارب. مرت بالتجربة الحكم الملكي، فبعد ذلك دخلت الدكتاتورية إلى 2003، ونحن من 2003 وبعد المصادقة والاستفتاء على الدستور دخلنا المرحلة الانتقالية للديمقراطية. نحن لا يزال في النفق كيف نخرج إلى البر الأمان، آخذين بنظر الاعتبار، ويجب أن نأخذ بنظر الاعتبار بأن هكذا نماذج من الدول تزداد في المنطقة. يعني من الناحية التسمية ومن ناحية الشرعية الدولية الدولة موجودة، ولكن داخليا يفتقر إلى مقومات وجود دولة. يعني هذه النماذج تزداد ويوجد محاولات دولية ومصالح دولية لازدياد هكذا نماذج من الدول في المنطقة. لدينا أكثر من نموذج، يعني الآن أضيفت إلى في المنطقة سوريا، يمن، السودان، ليبيا، أفغانستان وباكستان، وأيضا أعتقد العراق لربما من ناحية هيكلة الدولة ووجود بعض من المؤسسات الدولة لا يزال على قيد الحياة أحسن من هذه الدول. ولكن كما قلت نحن نحتاج إلى أن ندخل في يكون لنا خارطة للتسوية، لأنه التجربة أثبتت لا نستطيع رسم الحدود. فتجربة داعش أكبر دليل وبرهان. كلما ادعت داعش بأنها تحاول رسم خريطة معينة ولكن فشلت، نحن مرة أخرى نعود ونرجع إلى أن يكون لدينا أجندة وطنية خاصة بنا. فيوجد أيضا ختاما، يوجد أيضا لقضية تسوية الخارطة أيضا يوجد حلول ديمقراطية، يوجد بدائل في الدول، ولسنا الدولة الوحيدة في العالم التي يتواجد فيها اختلافات، فيوجد أكثر من دول أوروبا مرت بهذه التجارب. إما أن ندخل في تحديد طرق سلمية وأدوات سلمية بيدنا ونغلق هذا الباب الذي يدخل بها مصالح دول أخرى، كما تفضل البعض بأنه يوجد مصالح متناقضة لحل المشاكل أو استغلال المشاكل الداخلية من قبل هذا الطرف أو ذاك. نحتاج إلى أن ندخل ونحتاج إلى أن يكون الخيار الأفضل لنا كالعراقيين لتجاوز المحن والمشاكل والويلات التي مرينا بها. وبفشل تجربة ترسيم الخريطة وتحديد الحدود فيما بيننا بالدم، يجب أن نختار الخارطة للتسوية للحلول، ويجب أن نكون جريئين إلى درجة أن نضع النقاط على الحروف ونتباحث ونتحاور مع البعض كيفية حل مشاكلنا. فإذا ما يتعلق بالمشاكل، يعني على سبيل المثال ما يتعلق بالمشاكل النازحين، يجب أن نكون جريئين
وكيف نحدد عودة النازحين إلى مناطقهم. فبدون عودة النازحين إلى مناطقهم لا يمكن أن يتحقق التطبيع في هذه المناطق، فإذا لا يتحقق التطبيع في هذه المناطق فيعني لا يتحقق الاستقرار في هذه المناطق. إذا لا تحل مشكلة النفط بين أربيل وبغداد فبالتالي يعني أنه سوف لا نستطيع أن يكون لنا دولة مسيطرة على اقتصاد البلد. وهذه المادة في الدستور تفشل عندما تقول بأن ثروة العراق للعراقيين. شكرا. يجب أن نغير هذه المعادلة. تقول يجب أن نغير هذه المعادلة ما بين الإقليمي ومركز. من الناحية الاقتصادية نحن ليس لدينا حق أن نطلب الرواتب من حصة البصرة، ولكن أيضا هذا قطعا ليس صحيحا أن نمشي على هذه المعادلة وأن نستمر على معادلة أنه أنت بيع نفطك، إذا تسلمني الحصة من مبيعاتك فأنا أعطيك حصتك، وإذا لا تسلمني أنت روح بيع نفطك وأني ما علي بك. شكرا. هذه المعادلة وغيرها من معادلات أخرى، يعني بالختام هذه المعادلة وغيرها من المعادلات الأخرى يجب أن نكون جدي في قضية كما قلت تحويل هذه الأقاويل إلى الأفعال. ختاما يعني أنا تكلمت يعني بصورة مختصرة أكثر من الآخرين. يعني بالبرلمان ما يكون هيك إجابة. لا، نحتاج إلى أن يكون أن ندخل ونبتعد من احتقان الشارع وتأجيج كل شارع ضد الآخر واحتقان ما بين القوميات، لأن هذه التجارب فشلت نهائيا ولا يفيد لا الكرد ولا العرب ولا السنة ولا الشيعة ولا المسيحي ولا الشبك ولا غيرهم. شكرا. فلو نحن جديين في تحقيق دولة حقيقية مدنية يجب أن ندخل في هكذا حوار وصريح. أأمل من السيدة أن عندها الشجاعة على الإجابة على السؤال الثاني أيضا اللي كان متعلق بالحشد اللي ما أجيب عليه الآخرين، إضافة إلى جواب سريع جدا على الدروس. تشودي، بالنسبة للدروس اللي أخشى أنه تعلمناها من نكبة داعش هي أنه السلاح يجمع ويستخدم سياسيا، وهذا الخوف من أنه هذا الدرس اللي راح نخرج به من هذه التجربة. الأمل أنه الدرس يكون أنه تجاهل المشاكل المتراكمة يؤدينا إلى الهاوية، وشاهدنا أكثر من مرة في العراق نوصل إلى الهاوية وبعدين نرجع. خلينا ما نوصل إلى الهاوية، قبل ما نوصل إلى الهاوية خلينا نسحب حالنا ونتأكد. النقطة الأخيرة حتى أكون سريعة، الدرس الآخر اللي أتمنى أنه نتعلمنا أنه إحنا متعددين الهويات. اليوم نقول هي يوم المرأة، نحتفل بيوم المرأة، إحنا كل يوم أنا امرأة، أحتفل بيومي كامرأة كل يوم، وممكن أنه أكون عربية، عراقية، مصلاوية، صحفية، جريئة، بنت دبلوماسية مثل ما تفضلت، وكنا متعددين الهويات على هذه المنصة. فخليه يكون هذا درسنا، أنه العراق ثري بهذا التعدد. شكرا. السميح الآخرين عذرا على عدم فسح المجال لأسئلتهم، وحقيقة كان مجموعة من الأسئلة أيضا إن شاء الله جاوبنا على قسم من عدة. أشكر الإدارة مرة ثانية على فسح المجال، أشكر الزملاء والمتحدثين، وإن شاء الله يوم آخر مع جديد.